وشكر لله بعد النكسة. هو مصر كان وقتها الشيوعية منتشرة جدا ولها باع كبير في مصر، فهو الحمد لله ان مصر انهزمت، لان لو كانت مصر يعني هي اللي انتصرت كانوا هيرجعوا هذا الانتصار للشيوعيين وكان البلد كلها هتبقى شيوعيه. فالحمد لله ان انكسر المد الشيوعي بهذه الهزيمه. وبعدين لما حصل انتصار 73 سجد لله شكر على الانتصار، وانا قلت ده في المسلسل اعتقد ان هو سجد لله شكر بعد النكسه عشان مصر لا تتحول الى شيوعيه الى شيوعيه يعني. والله يرحمه كان شخصيه يعني ما شفناش حد عوضه لغايه دلوقتي. قمه التواضع، قمه الكرم، قمه الحكمه. واظن الدكه اللي شفناه قاعد عليها بيفسر القران الكريم تقول لنا قد ايه هذا رجل عظيم، عظيم كعالم ديني، عظيم كانسان. وانا شخصيا تعلقت بيه وحبيته جدا جدا جدا. وبعد وفاته لانه هو عايش انا قلت له مولانا عايزين نعمل مسلسل عن حياتك، بعد ما اموت يبقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. وكان ليه حاجات كده قال لي لما اموت يبقى اعملوا اللي انتوا عايزينه، هتعملوه وانا عايش ونقعد نتخانق. ففضلت في دماغي الحكايه دي لما توفاه الله، وحبيت انا ارد جميله عليا. فكرت في مسلسل امام الدعاء. والله بعد نجاح امام الدعاء الحمد لله كلمني شخص كان عايز، انا تصورت انه عايز يبقى اعلى في مطب يعني. قال لي طب انت عملت ابن ماجه وعملت المراغي وعملت عبد الحليم محمود وعملت، طب ايه رايك لو اتعرض عليك البابا شنوده؟ قلت قوي 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 كشخصيه محبوبه. على فكره اصل البابا شنوده ده انا كنت اسمع منه من الشيخ شعراوي عنه، وكان صديق الشيخ شعراوي قوي، وكان يزوروا بعض كتير ويقعدوا يتنافسوا في الشعر المرتجل، يعني يقول له قول يا سيدي. هو كان بابا شنوده كان شاعر يعني فحل، يعني يرتجل الشعر، وكذلك كان الشيخ شعراوي، فيقعدوا يدخلوا لبعض مباراه شعر يعني. فكان يكلمنا عنه كتير، فانا حبيته من خلال روايات الشيخ شعراوي عنه. فلما الشخص ده قال لي كان اسمه عزيز، اللي كلمني اسمه عزيز ايه؟ كان اسمه عزيز ايه يا عادل؟ ايوه كان هاني عزيز. هاني عزيز. قال لي رايك عايزين تعمل بابا شنوده؟ قلت له يا ريت والله، انا بحبه جدا وبعتبره شخصيه مصريه وطنيه، هو كان وطني جدا ومصري الى النخاع، وكان تاريخه يشرف يعني. قلت له قوي قوي يا ريت. فبعد ما قلت يا ريت واخدت موافقتي ما كلمونيش تاني، ما حدش جاب لي السيره تاني، وانا مش من عادتي اتكلم اقول يعني فين. فانا اديت موافقتي، لكن هم يبدو ان هم عملوا حسابات لنا يعني تراجعوا. لكن انا ما زلت حتى الان لو اتعرض عليا اعمله جدا.